يا جايبه البنات يا شايله الهم للممات. موت البت سترة لينا كلنا. البت الحلوة نص نسيبه، يعني حتى في المصايب مش كاملين، بس لما بتكسروا ضلع بيطلع مكان 24 سبحانه. فوق اختك مش نجم البحر يا نجم. دي سامية وده اخو سامية من مسلسل ورق التوت. لو بصينا على المشهد كده من بعيد هنقول اخ بيربي اخته، علشان هو راجل قوي دمه حامي قوي، واخته اكيد سافله قوي معروفه. بس خالص مش دي الحقيقه. كل اللي سامية طلبته في حياتها انها تحقق حلمها وتتعلم الحاجه اللي طول عمرها نفسها تعملها. اخو سامية بقى فهو بيبيع مخدرات، مش مكمل تعليمه، بيسرح اخته ببضاعه في المترو، بياخد فلوسها اخر كل يوم، محقق ريكورد هايل في سوق السلوك. ورغم كده بصوا دي ام سامية بتعامل اخو سامية انه عين اعيان المنطقه، وبتخليه يتحكم في اخته لدرجه انه لما بيضرب سامية مش بتدافع عن بنتها، هي بتروح على الحيطه تعيط وبس كده. علشان ام سامية شايفه سامية نقطه ضعف في حياتها، هي عارها يحصل او حصل وهم ما يعرفوش، فبيضربوا مقدما لحد ما العار اللي خايفين منه يبان. تخيل انت حاطط حد تحت الميكروسكوب عمال تقل منه ومتشكك فيه، متوقع يبقى ايه؟ سميرة موسى؟ فطبيعي جدا ومتوقع جدا ان الشخص ده هيفكر طالما انتوا كده شايفيني خيبه امل ومتوقعين مني الشر فاعملوا، ما انا كده بتحاسب عليه. العنف الاسري ضد البنات في البيوت بيبقى من الاب، الام، الاخ، ومن بعدهم جوزها بياخد رايه التعنيف ويكمل عليها. السبب ممكن يكون العادات والتقاليد زي سامية واخو سامية، وممكن يكون بسبب ان المعنف كان معنف زمان وهو صغير، فاحنا كده كلنا بالصلاه على النبي هامستر بيجري في عجله. فمثلا الابن اللي شاف ابوه بيضرب امه كبر وبقى راجل بيعنف مراته وبيفشخ في بنته، وبرده الام اللي كانت معنفه وهي صغيره كبرت وبقت ام شايفه انه طبيعي تهين بنتها عشان بتربيها. دلع البت تعرك، دلع الواد يعزك، العب. ولو في اخ بقى فهو بيشرب كل العنف ده ويشربه لاخته واحده واحده. اخته بقى لو مش واعيه كويس للي بيحصل ده هتكبر تبقى حاجه من الاتنين، يا هتكبر تبقى امها يا هتكبر متعقده وتقفل على نفسها. بنتك لو طول اليوم همدانه وسرحانه فده مش معناه ان هي ماشيه على الحال شعرها من وراكم. كتر التقطيم ومد الايد بيأثر على التركيز، الاستيعاب، وردود الفعل. يعني انتم السبب في السرحان والهمدان ده كله، وده اثبتته دراسه بتقول ان الطفل المعنف ده لما يكبر الفص الامامي المسؤول عن اتخاذ القرارات وردود الفعل بيبقى اصغر من 15 ل 19% من الطفل العادي. بقول لك البت دماغها مش في التعليم. نجوزها بقى. مش كفايه بقى؟ مش حاسه انه كفايه؟ اغسلي المواعين، ريحي شويه، كفايه قرارات مصيريه لبنتك وامثله. ليه الفرق ان هي تحقق انجاز دلوقتي؟ يعني عايز نسيب البت تمشي بكيفها ولا ايه؟ اتجننت انت؟ لا بس ساعديها ودعمها مش تعنفوها. الحقيقه بقى ان الاهمال في التربيه انك تسيبها تمشي بكيفها ده برضه عنف، لانك مسؤول عن الاطفال اللي جبتهم للدنيا، والمسؤوليه مش اكل وشرب بس لكن رعايه وتربيه كمان. يعني هما جبتوا من شعرها الفاجره دي ما تجيبوا له كركديه يروق عليه ويصلي على النبي بقى. نرجع لموضوعنا. العنف الاسري ممكن يكون بسبب امراض نفسيه بيعاني منها الاب والام، زي مثلا نوبات الغضب اللي بتخليهم يدوا الامور اكبر من حجمها وبالتالي يخرجوا ردود افعال اكبر من الموقف نفسه. الله اف. آية بنت جميلة في إعدادي قررت إن هي تغسل مواعين لمامتها علشان مامتها تلاحظ ده فتقول لها كلمة حلوة، واستنت لما مامتها توصل البيت. تفتكروا أول تعليق من مامتها كان إيه؟ وما غسلتيش الحلة دي ليه؟ فالبنت عجبتها وقالت لها ما تقولي شكرا الأول. فراحت لأبو آية قالت له بنتك بترد عليا قليلة الأدب ولكن ابوها مات. ايه العلاقه؟ يعني هو انت بتجيبي اسمه بجمله مفيده علشان يسخن؟ وقد كان الاب سخن راح جاب آية من شعرها وقصصه لها وقال لها هو ده شعرك اللي مخليكي شايفه نفسك على امك؟ وهو ماشي خد قلمين رايح جاي. شايفين التصعيد؟ من حله ما اتغسلتش لاهانه وضرب وقهره وقص شعر، نوبه غضب وهستيريا انتشرت في البيت كله، وده بيخلي آية بدل ما بتقول بابا جه بقت تقول بابا جه. فانت مش بس بوظتي علاقتك ببنتك، انت كمان بوظتي علاقتها بباباها، وبتبوظي علاقتهم اكتر لما بتحكي لها مشاكلك معاه. فبنتك من الاخر بقت صفايه همومك، لما تيجي هي بقى تعيش حياتها وتتجوز هتتخانق نفس خناقاتكم. فاحنا كده بالصلاه على النبي هامستر بيجري في عجله تاني. يعني قصدكم ان انا السبب في ده كله؟ والله العظيم لا اسيب لكم البيت وامشي والله، ولا تعرفوا لي طريق جره. تصعيد تاني يا ماما تاني. البنت من اول ما بتتولد بتتعامل ان هي حصان وهيفلت لجامه في اي وقت. السؤال هنا بقى ليه متوقعين ما يفلتش؟ مرحله المراهقه هي مرحله التمرد، فده طبيعي. يعني مفاجاه بنتك مش قليله الادب، لان ده برضو بيحصل مع الولد، بس لما لجامه بيفلت بتقولوا
كبر بقى راجل. لكن الحقيقه هي مش قليله الادب وهو مش راجل، الاتنين مراهقين وبيكبروا عادي. لو سالت اي بنت احلى مرحله في حياتها كانت امتى، هتقول لك لما كانت صغيره، لما كانت طفله، لما مامتها كانت بتعاملها عادي. اول ما ملامح الطفوله بتروح ويبدا جسم البنت يتكون، الام بتتخض وبتبقى عايزه الطفله الصغيره اللي ما كانش بيطلع منها اي ردود فعل ترجع تاني، لان ده كان مريحها كتير من جهد التعامل مع حد كبير. لان الوضع دلوقتي بقى يا تقنعني يا اقنعك. والحل يا ماما مش انك تسيبي البيت ولا تسيبيني اعمل اللي انا عايزاه، ولا انت يا بابا تطلق ماما، هتموت وتتجوز انت. يعني دروس عيالك مش عايز تدفعها وهتروح تتجوز تاني؟ الحل يا جماعه ان احنا نبطل نبقى هامستر بيجري في عجله، وتغيروا طريقتكم معانا بقى. الله، يعني القلم اللي ابوك ضربه لك زمان ما تضربوش لابنك، والكسره اللي مامتك كسرتها لك زمان ما تكسريهاش لبنتك، والاهم انكم ما تفرقوش في الحب بين ولادكم. احنا بشر واكيد ومنطقي اننا هامين لبني ادم اكتر من بني ادم، حتى لو البني ادم ده هو ابني وبنتي، بس انا هحاول اعدل في الحب وافهم ان ابني او بنتي اللي انا بتخانق معاهم كتير هم انعكاس لشخصيتي مش اكتر. مثلا لو انا ام عصبيه وعناديه فهتخانق مع بنتي العصبيه والعناديه زيي، لكن بنتي التانيه المسالمه هتكون حبيبتي اكتر. محدش بيحب يشوف نفسه بشكل كامل في المرايه، لان عيوبنا هتظهر فيها. شوفوا عيوبكم فينا وحاولوا تصلحوها علشان احنا كمان نعرف نصلح عيوبنا. لو انتوا مش هتقدروا فاحنا مش هنقدر ولا نواجه عيوب شخصيتنا ولا الثغرات اللي فيها، علشان لو مش هنواجه عيوبنا هنواجه العالم ازاي؟ موت البت سترة. لا كده طبعا ماشي على حال شعرها، اقسم بالله ملاعب. سوري يعني عايزاني اقوم اجيبها من شعرها. معلش كنت ببص على رجلي وانا داخله.